هنا العراق، معارك دامية، قتلى وجرحى بالمئات، ومدن يسيطر عليها مسلح العشائر وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام. غير أن البعض خارج العراق وجد فيما يحدث في بلاد الرافدين فرصة لتوجيه رسالته الخاصة. هنا مصر، الرئيس الجديد أراد في أسبوعه الأول على ما يبدو أن يطمئن ناخبيه، خاصة من قالوا إنهم يريدون رجلا قويا يحفظ الاستقرار ويدرك مفهوم الأمن القومي ويحمي البلاد من مخاطر الخارج. مصر لا، واللي هيقرب هيشوف. دار الإفتاء التقطت الخيط من السيسي وحذرت على لسان مستشار المفتي من أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام ضلل الكثير من الشباب باسم الدين، وحرمت الانتماء لتنظيمات وجماعات مسلحة تسعى لتخريب البلاد وتشويه الإسلام. واعتبر المتحدث أن ما يقوم به التنظيم المذكور قد يكون ذريعة للتدخل في البلاد العربية والإسلامية. قبل وبعد كلمة السيسي وجدت فضائيات مصرية فيما يحدث في العراق ضالتها للتشديد على حجية موقفها السياسي. 30/6 أنقذت مصر مما كان يخطط لها. المخطط هو أنه يحدث لنا ما يحدث في سوريا وما يحدث في العراق الآن. الأمر لم يقتصر على إعلاميين يعرف عنهم حديثهم في القضايا السياسية، بل انتقل إلى مقدمي برامج الطبخ أيضا. ونتمنى الحلوين اللطاف بتوع برضه مش عايز أقول الكلمة اللي هم ضد وما زالوا ضد الجيش وكانوا ضد الجيش وضد القوات المسلحة. انتوا كنتوا عايزيننا نبقى كده؟ وفي النهاية جاء التحذير من سيناريو رعب كان من شأنه أن يلحق بمصر لولا الجيش. اللي كانوا بيقولوا على السيسي قاتل، السيسي خاين، اخبارهم ايه دلوقتي؟ احنا كان ممكن وارد ومطلوب لغايه دلوقتي. هيجي يوم لو ما خدناش بالنا هنمشي كلنا من مدن شايلين مراتب على كتافنا واخدين عيالنا في ايدينا.